دعواتكم لسمورة اختي بالشفاء. ربنا يشفيكي يا حبيبتي، يشفيكي ويعافيكي يا رب. حبايبي هي كده خلصت الاشاعه، ودعواتكم كده ان شاء الله التقرير يطلع زي الفل باذن الله، عشاننا في ربنا كبير جدا جدا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات، وحشتوني من فيديو عيد الميلاد. عاملين ايه يا حبايبي؟ واخدانا على فين يا سمور؟ اول حاجه كده ايوه، ازيكم عاملين ايه؟ انت مش عارفه حطيت لها الورده دي ورده حب. شايفين الورده معكسانه يا ولاد؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه كده ازيكم، وحشتونا وبنحبكم في الله، وزي ما سمسمه قالت لكم كده دلوقتي وحشتونا من الفيديو اللي فات. ورايحين على فين كده يا سموره؟ احنا رايحين على ان شاء الله ابو كبير. اول حاجه كده تابعوا معانا الفيديو، هتشوفوا انا رحت الصبح معمل البرج على الاشعاعات. المهم عملت تحليل واستنيت اما التحليل طلع، وبعدين رجعت روحت خدت سمك، روحنا شوينا السمك وغدينا شوينا السمك، ورحنا رجعنا تاني للدكتوره عشان تكتب التقرير اللي هنتحول فيه على ابو كبير. رايحين ابو كبير نعمل ايه؟ نعمل الاشعه اللي الدكتور طالبها مني، وهي اشعه رنين بالصبغه على الرحم. اللهم صل على سيدنا محمد. وبعدين طبعا جبنا التقرير وروحنا قعدنا ساعه، غدينا العيال، وبعدين جينا وسمسمه غدت الانفار بتوعها، وبعدين بقى غسلت المواعين. احنا المرشح المتين سمعتوا؟ المهم احنا دلوقتي في طريقنا الى ابو كبير. مش ينفع اسيبها يا اولاد لوحدي طبعا، ما اقدرش اروح من غيرها. بنحبكم جدا جدا، تابعوا معانا الفيديو ودعواتكم لنا كده ان شاء الله الاشعه تكون بخير وبسلام، وكل ما يأتيه الله خير. بنحبكم في الله. دعواتكم لمالك ابن سوسن، ربنا يا رب يرجعه لها بالسلامه، امين يا رب العالمين. شوفوا سموره لكل مرضى المسلمين، دعوات لكل مرضى المسلمين يا حبايبي. هتودينا فين يا ولاد؟ بنحبكم جدا جدا، وتابعوا معانا الفيديو وما تنسوش اللايك. مرحبا بكم. الف شكر. ساخ اجيب لك واحد من البلاصه. لا وبعد مش الف شكر. بزعل لما بعديه، مش بحب اشوفها والله يا ولاد، وعديه بصراحه بحبه. اعمل ايه؟ هو والبطاطا بحب اكتر كده برضه. كلي نعم. بقول لك شارع المستشفى مش عارفه تسال ابو بدر، انا عارفه. لذيذ. لو عايزين نطلعك عليه نطلعك. انا موافق. زيعي. ايه اللي حاصل؟ جاي تعمل اسلامك النهارده؟ حاسه بحاجه؟ هي خايفه، هي مرعوبه. خلصنا. حاسه باي حاجه؟
حبيبي كده دوسي بس على ايه، على القطن هنا بس خلاص. 5 دقايق وهنزل حضرتك خلاص. دعواتكم لسمورة اختي بالشفاء، ربنا يشفيكي يا حبيبتي، يشفيكي ويعافيكي يا رب. حبايبي هي كده خلصت الاشاعه، ودعواتكم كده ان شاء الله التقرير يطلع زي الفل باذن الله، عشاننا في ربنا كبير جدا جدا. استنى التقرير بعد 10 ساعات. يلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم ورزقكم ما تتمنون وجبر خواطركم وخواطري، اللهم آمين يا رب العالمين. زي ما انتوا شفتوا كده في أول الفيديو ايه اللي حصل، وطبعا أنا اليوم ده يعني اللي حصل في أول الفيديو كان كله عبارة عن اليوم كامل يعني. تمام. في اليوم ده طبعا أنا رحت اشتريت سمك وأنا راجعة، وجبت سمك وشويته. هنعمل مع بعض النهارده شوي السمك، عشان في ناس حبايبي طالبينه مني في التعليقات، جايه يا سموره ورينا بتشوي السمك ازاي. هنا كده يا حبايبي بحط على السمك بعد ما غسلته وحطيت عليه ليمون وكل حاجه. احنا ما بنفتحش بطن السمكه ليه يا ست سموره؟ لان هو البطن دي يا حبايبي بتكون فيها دهن مع الامعاء بتاعه السمكه. احنا بنيجي من جنب كده وبناخد الامعاء ديت وبنطلعها. طبعا انا لقيت سمسمه عامله العمل ده، فما عرفتش ان انا اصوره لكم، بس ان شاء الله اصوره لكم واوريكم احنا بنطلع الامعاء ازاي، وبنسيب داخل السمكه الدهن بتاعها زي ما هو، عشان طبعا بيمري السمكه وبيخليها طعمها جميل. بنجيب كده زي ما انتوا عارفين احنا كمصريين بنشوي السمك بالرده. الرده دي هي عباره عن ايه؟ وهي نخاله الدجيج. الردة وهي نخالة الدقيق يا حبايبي، عشان حبايبي اللي حابين من أي مكان يعملوه. وبعد كده بنولع الفرن على نار عالية جدا، وبنحمي الفرن جدا جدا، وبنشوي السمك زي ما انتوا شايفين كده. بنعمل مع بعض كده الملوحة بتاعة السمك. احنا كمصريين معروف عننا بنعمل السمك المشوي له ملوحة. لو انت عايزة ان هو يطلع ناشف معاكي ويكون متفصص كده ناشف ناشف، بتعملي الدجة بتاعتك على الهون أو على الكبة بدون إضافة أي مية، وبعدين بتلفي السمكة في جرنان. تمام، في جرنان، وبتكوني واضعة عليها الملح والدجة بتاعتك بدون أي مية، وبتلفيها في ورق جرانين أو ورق زبدة مثلا. طبعا هنا كده احنا بنحب ان السمكة بتكون طرية معانا. السمكة عشان تكون طرية احنا بنزود على الملوحة ديت شوية مية، بنحط الملح والفلفل والليمون والشطة والكزبرة والثوم، تمام، والطماطمايه، وبعدين بنحط عليها شويه ميه. وزي ما انتوا شايفين كده بملحها كده، بحطها كده وبكترش للبوري، ما بكترش له الميه. تمام. وهنا كده بيكون الفيديو بتاعي خلاص. وده عملنا السمك، وطبعا طبخنا رز، وانتوا عارفين ان احنا بنعمل دايما رز يا صياديه يا ابيض. بصراحه ما كانش في وقت ان انا اصور جوي لان اليوم كله كان مشغول. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إن أكون خفيفة على قلوبكم، وأتمنى إن أنتم تدعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم. بحبكم في الله. كانت معاكم سمورة العمدة.